بسم الله الرحمن الرحيم. طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023 1445 للهجرة. ذاك الطوفان الذي غير مجرى التاريخ، ذلك الطوفان العلامة الفارقة في تاريخ الأمة. طوفان الأقصى طوفان على الطغيان، طوفان على الظلم والاستبداد، طوفان على كل باطل. وهذا الطوفان جاء لنجاة المؤمنين ولهلاك الكفار الطغاة الغاصبين المحتلين. طوفان الأقصى اليوم يحتاج منا إلى همة عالية. طوفان اليوم يحتاج من كل مسلم غيور على دينه أن تحركه هذه الغيرة الإيمانية ليستنهض الهمة، ليستنهض الأمة. نحن اليوم بحاجة إلى العلماء الصالحين المصلحين، إلى الدعاء، إلى الخيرين، إلى كل أصحاب الهمم ليتحركوا من أجل تحصين مجتمعهم حتى يكون قادر هذا المجتمع على تحقيق عزة الإسلام والمسلمين والانتصار للأقصى والمقدسات. طوفان الأقصى الذي جاء من أجل أن يحرر الأقصى، طوفان الأقصى جاء من أجل أن يقول للعالم كله أن هذا الجيش الذي لا يقهر قد قهر على أيدي المقاومة، على أيدي المجاهدين، على أيدي ثلة من الصالحين المصلحين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذه العصبة المؤمنة، هذه الطائفة المنصورة بإذن الله تعالى، هي التي تقول لنا وتبلغنا رسالة قوية أننا أحفاد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئنا لنربط الماضي بالحاضر لنصنع المستقبل، فأين هم الذين يصنعون معنا هذا المستقبل؟ فيكون الجواب نحن جميعا، نحن أنصار الله، نحن أنصار دين الله، نحن الذين ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فيهب الجميع صغارا وكبارا. وأول ما ينبغي أن يدرك هذه الرسالة هم علماء هذه الأمة الذين أراد الله سبحانه وتعالى لهم الخير في أن يبثوا الهمة في نفوس الناس. وكم من المعارك التي خاضها المسلمون كان الذي يبعث الهمم فيهم هم العلماء، هم الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، هم الذين يرفعون لواء الحق والدين في كل زمان ومكان. طوفان الأقصى اليوم غير معالم التاريخ. طوفان الأقصى اليوم أعاد لهذه القضية بين الناس الحديث فيها. طوفان الأقصى بعد أن نسيت قضية فلسطين أصبحت هذه القضية تتصدر حديث العالم كله. الأقصى عقيدة.